السلام عليكم ورحمة الله. موضوع اليوم كما هو مبين في العنوان، إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل مشرك خارج عن ملة الإسلام عند السلفية الوهابية، وبشهادة شيوخهم. احنا نتركهم هما يقولوا. كما أوردنا سابقا أن الإمام أحمد بن حنبل ابن باز يراه مبتدعا، كما شفنا في الحلل الإبريزية على التعليقات البازية. والمشكلة مات على بدعة، يعني من أهل النار، لأن التوبة محجوبة عن كل صاحب بدعة حتى يتركها. والإمام أحمد لم يثبت أنه ترك تلك العقيدة. هذا موضوع سابق تطرقنا ليه. وهذا ابن باز كي قال لك هذه بدعة وأحمد ليس مشرعا، هو ما بغاش يصرح باللي مشرك وخلاص، خاف الله أعلم. المهم ما صرحش، ما هو يشوف فيه مشرك. اليوم نشوفه صح باللي رماوه بالشرك المخرج من الملة. لا عليك، باش تعرفوا يا السلفية وعامة المسلمين والسلفية تاعنا هنا باللي هاد الكهنة هادو تاع نجد حيث يطلع قرن الشيطان، دينهم الكذب في الكذب. هذا هو الدين تاعهم. اليوم نشوفوا الأدلة. نروحوا سلسلة الأحاديث الضعيفة تاع الألباني، نصر الدين الألباني، الجزء الثاني الصفحة 111، يقول: أخرج البزار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله: إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلات فلينادي: يا عباد الله أعينوني. هذا الآثر، هذا الحديث أورده الألباني في السلسلة الضعيفة، لكن المشكل ليست هناك. يقول، يعلق على هذا الحديث الألباني، قال الحافظ في شرح ابن علان في الجزء الخامس الصفحة 151: هذا حديث غريب جدا أخرجه البزار، لا نعلم يروى عن النبي بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، وحسنه السخاوي في الابتهاج. يعني الحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي حسنوا هذا الحديث، يعني حجة عنده. هذه الأولى. ثم قال الألباني، هنا محل الشاهد: ويبدو أن حديث ابن عباس الذي حسنه الحافظ كان الإمام أحمد يقويه. الإمام أحمد بن حنبل كان يقويه لأنه عمل به، عمل بهذا الحديث. فقال ابنه عبد الله في مسائل أحمد، عبد الله بن أحمد بن حنبل، الصفحة 217، يقول: حججت عن أبيه، يقول: حججت 5 حجج، منها 2 ماشيا و3 راكبا، أو 3 راكبا و2 ماشيا، فضللت الطريق. هذا أحمد بن حنبل يخبر ابنه أو سمعه ابنه: فضللت الطريق وكنت ماشيا فجعلت أقول: يا عباد الله دلونا على الطريق، فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق. قال لك الألباني في التعليق على هذا الحديث، قال لك رواه البيهقي في الشعب وابن عساكر. البيهقي في الشعب الجزء الثاني الصفحة 455، وابن عساكر في الجزء الأول الصفحة 72. الحديث صحيح عن أحمد. الألباني كان يقويه، يعني يراه حجة وعمل به. استغاث بغير الله،
هنا يا عباد الله، ما قالش يا الله. وهابية الخصام تاعنا معاهم يقول لك انتم ما تقولوش يا الله، لا احنا نقولوا يا الله ونتاخذوا الوسيله. المهم مش موضوعنا اليوم، موضوعنا الامام احمد بن حنبل. هنا في هذا الاثر الاستعانه كانت بالملائكه، او الاستغاثه كانت بالملائكه. نشوفوا عندهم الاستغاثه بالملائكه ما حكمها. اللي يذهب الموقع ابن باز اولا قبل ان نورد مصادر. موقع ابن باز هو الاول، يقول الاستعانه بالاموات والاشجار والاصنام او الجن او الملائكه كله شرك اكبر وكله من الشرك بالله. سمى الامام احمد بن حنبل مشرك بالله ومشرك شرك اكبر، لانه كان يقوي الحديث كما قال الألباني وعمل به. محمد بن عبد الوهاب النجدي دليل آخر أن رسول الله ظهر على قوم يعبدون الأشجار والأحجار والملائكة والصالحين. الملائكة هذا وضحى محمد بن عبد الوهاب في الشرك الأكبر. نجول فتاوي اللجنة الدائمة، اللجنة تاعهم هذيك تاع الكهنة في السعودية، في الجزء الأول الصفحة 134 الصفحة 135 يقول الاستعانة بالملائكة أو بالجن والاستغاثة بهم لدفع ضر أو جلب نفع. أحمد بن حنبل هنا طلب النفع، طلب الطريق الصحيح، لقد ضل الطريق، وطلب يعاونوه، انتفع بهم باش يوروا له الطريق كما نقولوا بالعامية، ليوروه الطريق. الاستعانة بالملائكة أو بالجن والاستغاثة بهم لدفع ضر أو جلب نفع أو للتحصن من شر الجن حكمه حكمه ماذا؟ شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. سمى إمام أحمد بن حنبل والعياذ بالله من كلامهم العياذ بالله من القول تاعهم. ودوك نلحقوا هادو ما خلوش حتى الصحابه، هادو رماو الصحابه بالشرك، ماشي تا احمد بن حنبل اللي اقل منهم اقل منهم درجه، بل حتى رسول الله لم يسلم منهم. هذه نشوفها في الحلقات القادمه. ثم حسب فتاوى اللجنة الدائمة تاعهم، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة خارج عن ملة الإسلام، مشرك بالله شركا أكبر، واللي ما فهمتاش يدو عليه الحديث كالمسند. مسند أحمد شكون اللي ما يديش، شكون مسلم اللي ما يديش على أحمد بن حنبل الأحاديث الواردة في المسند؟ ثم هادو يدوا الأحاديث على مشركين. على حنا نقولوا دين جديد، خاطرش المتقدمين كانوا قاع على هذه العقيدة، لا يرون التوسل شرك. هناك فرق بين الشرك والتوسل. هذا باختصار عن تكفير الإمام أحمد، تكفير السلفية الوهابية للإمام أحمد بن حنبل. ومن بعد يفتخروا ولا يكذبوا على الناس، يقول لك إمام أهل السنة، احنا على نهج السلف. ورا السلف انت قاعد مكفرهم وقاع راميهم بالشرك. هذا والسلام عليكم ورحمة الله.